انا بعتز جدا بدوري كأم وكزوجة، وبشوف انه من اهم الادوار اللي انا بلعبها في حياتي. فبحتاج ان انا اتعلم، وبحتاج ان انا اتدرب تاني واقدم الحاجات دي وكوتش ناس وهي بتعملها عشان امومتي. انا شخصيا بلبس كذا هات، تلاقيني شويه بعمل كورسات عن الجواز عشان انا كمان ابدا افتكر وراجع المبادئ والقيم اللي انا عايزه انقلها للناس. بحب اعمل سيلف اويرنس عشان انا كمان اشتغل على علاقتي بنفسي، وبتطور بجد. يعني انا ببقى ممتنه للناس انه هم موجودين عشان بيهيئوا لي انا مكان انا اعرف اطور من نفسي فيه انا كمان. في دلوقتي اتجاهات كتيرة في التربية. زمان كانت فكرة القسوة أو الحب، فتلاقي في حد بيحب وحد مثلا بيقسو. احنا بنحاول دلوقتي نلاقي منهج في النص. المنهج اللي في النص ده محتاج شخص واثق جدا من نفسه، عنده طاقة عشان يقدر يحققه. ازاي انا نفسي يبقى طويل، ازاي ما انفعلش، ازاي افضل اتكلم بالمنطق، ازاي يبقى عندي اجابة لاغلب الاسئلة بتاعت ولادي. فانه انا اكون شخص سوي دي مسؤولية كبيرة، ده تحدي كبير، خاصة لو احنا طلعنا من بيوت مفككة. فاحنا ما بقاش عندنا الطاقة، او حتى ما كانش عندنا خبرة تساعدنا نفهم احنا نربي ازاي. انا اللي شفته اب غايب، انا اللي شفته ام عصبية، ام بتعيط اول باول، اب بيصرخ، اب وام بيتخانقوا. فانه انا اعرف اوقف السايكل. عارفة الصورة اللي هي بتاعت واحد بيضرب واحد بيضرب واحد، بعدين بيجي واحد يوقف ده. فاحنا الميشن بتاعتنا الصعبة ان احنا نوقف الحاجات الغلط اللي ورثناها، ونعمل احنا نقلة كده حضارية عندنا. ازاي بقى نقدم لاولادنا نموذج صحي بين الحب، ما بين الفيرمنس، ما بين الكايندنس. ازاي تكون عندي فيجن. حاجة من الحاجات اللي ناس كتيرة قوي بتروح تعملها، بناخد رخصة عشان ادرس مادة، رخصة علشان اسوق عربية، رخصة عشان اسوق موتوسيكل، بس ما حدش بياخد رخصة عشان يخلف. فمحتاجين ناخد رخصة عشان نتعلم ازاي نسوق حياة بني ادمين تاني. الناس اللي عندها فطرة كويسة، يعني اتولدوا في بيوت كان فيها نموذج صحي جدا للأبوة والأمومة، مش محتاجين يدرسوا غير اختلافات العصر دلوقتي. يعني يبقى فاهم مثلا السناب شات، ليه العيال بتروح له؟ عشان مثلا بيبقى فيه الاوبشن ان انا اكتب الرسالة وبعدين تتمسح اوتوماتيك فمحدش يشوف. فابديت نفسك في الحاجات دي. لكن نصيحة، كل حد عدى في بيت كان فيه مشاكل، كان فيه اب غائب، كان فيه سيطرة، كان فيه عنف، كان فيه اي حاجة من الحاجات دي، يبقى انت محتاج جدا تشتغل على نفسك عشان خاطر تلاقي طرق جديدة. احنا بنبقى قليلات الحيلة، يعني احنا مش وحشين. مفيش حد لما بيجيب عياله ويبص عليهم كده هما في اللفة يبقى حاسس هربيك وهعلمك الادب وهضربك. يبقى حاسين معقول الايد الجميلة دي في يوم من الايام هضربها. حتى لما الواحد بينفعل على طفل عنده سنتين كده يبقى حاسس بعد ما يناموا كده العيال دي ملايكة، وانا ليه بعمل فيهم كده؟ لان احنا قليلات الحيلة. فاحنا كلنا محتاجين نتعلم عشان يبقى عندنا تول بوكس فيها. انا حتى في الكورس كتير قوي افضل ادي فقرة كده اسمها تول بوكس، يعني املى الخزنة بتاعتك عشان في المواقف ما تبقاش قليل الحيلة. لان احنا لما نبقى قلات الحيلة بنروح نعمل حاجه من الاثنين، يا بنتصرف زي اهالينا which is كانت ممكن تبقى حاجات مش صح، يا بنروح نعمل عكس اهالينا. فمثلا انا بابايا كان ما بيردش عليا، ده انا بقى اول ما بنتي هتتكلم انا هديها على دماغها. او مثلا امي كانت بتعيط وتبين مشاعرها قدامنا، انا لا يمكن اوري لعيالي دموعي، فممكن اروح للاكستريم. فمهم قوي ان انا اخد بالي انا ورثت ايه وعايز اقدم ايه النهارده. دي المرة السابعة اللي بقدم فيها الكورس ده. قدمت قبل كده كتير محاضرات لوحدها، لكن المادة العلمية دي كلها على بعضها لعدد متصل كده من الأيام دي تقريبا 7 مرات. الناس بتحس بحاجات كتيرة جميلة من أول يوم في الكورس. I think انتوا حتى لما اتكلمتوا معاهم من أول يوم احنا بنطلع بحاجات حلوة. تحسي ان انتي مسيطرة، تحسي ان انتي عندك فيجن وعندك رسالة في الحياة ذات قيمة جدا، تحسي ان انتي راجعة قوية لبيتك، عندك أفكار، تحسي ان انتي بتنجحي في أهم دور في حياتك. في الآخر أعظم ناس في الدنيا الرؤساء اللي فشلوا في أبوتهم ماتوا حاسين ان هم فشلوا في أهم دور في حياتهم. فأنا مقتنعة ان أكتر دور مهم في حياتنا لو احنا متجوزين وخلفين هو الجواز والخلفة. فبشجع كل حد بيتفرج انه ياخد أمل وياخد خطوة انه ينقذ أولوياته، وأولوياتنا دايما هتكون الحاجة اللي بتستمر معانا العمر كله. واعتقد العلاقات من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نستثمر فيها.